بسم الله، أول حاجة كده معايا نُص كيلو من البانيه غسلته طبعًا كويس جدًا وصفّيته كويس جدًا، المهم ما يكونش فيه مَيّة، وقطّعته قطع صغيّرة بالشكل ده عشان أحطّه في الكبة، وأي حتّة بيضة كده كانت موجودة طبعًا لازم أستغنى عنها. معايا شوية بهارات عبارة عن إيه، مكعب مرق، معلقة صغيّرة من الفلفل الأسود، من بصل باودر، توم باودر، بابريكا، وكمان بهارات فراخ. بس كده، بس كده. هاضيف هنا بقى إضافة هتخلّي طعمه حلو جدًا، دي بهارات البطاطس الباكيت اللي بيتباع ده، لو مش موجودة تقدري تستغني عنها. نُص كوباية من النشا، وبيضة واحدة بس، وهابتدي أخلط بقى الكلام ده كله كويس جدًا مع بعض لحد ما الفراخ تتفرّم وتبقى طرية معايا وناعمة جدًا. وصلت بقى للمرحلة دي باضيف ربع كوباية من المَيّة تكون ساقعة من التلاجة عشان تخلّي الفرم عندي ناعم كده والخليط يكون سلس معايا. خلّصت كده معايا 3 معالق كبار من الزيت، يعني أقل من ربع كوباية زيت، تمام كده. دي الكوباية اللي معايا دي ربع كوباية، وأنا طبعًا حاطة أقل منها يعني 3 معالق بالضبط. بُصّوا القوام بقى عامل معايا إزاي، هو ده القوام اللي أنا عايزاه وهو ده اللانشون، يعني شايفين السهولة؟ مش هياخد معاكِ وقت خالص. أنا جِبت كيسين تلاجة وبدأت أوزّع فيهم بالشكل ده. طبعًا الناس اللي هتكلم وتقول مش صحّي والكلام ده تقدروا أنتم تجيبوا أكياس حرارية، عشان أنا ما كانش موجود عندي فعملته في أكياس التلاجة عادي. تقدري تجيبي أكياس حرارية وتحطّي فيها برضه اللانشون بنفس الطريقة، تمام. وبدأت زي ما أنتم شايفين أخرّج منه الهوا ولفّيته بالشكل ده، وكده عندي جاهزين. هاجيب بقى ورقة من الفويل وابتدي ألِف واحدة، واحدة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، واضغط عليها كويس جدًا لإن هو ده اللي هيدّيها الشكل الأسطواني، تمام. والفّها زي البونبوناية كده من الجناب، وبعد كده قصّيت بقى اللي طالع من الجناب ده وحطيتها في ورقة كمان. يعني كل واحد من ده هاحطه في ورقتين بس عشان يبقى إيه، محكم كويس جدًا، تمام كده. باقفلها بونبوناية وبعد كده باقص الزيادة بالمقص. خلاص هو كده جاهز معايا، يالّا بينا على مرحلة التسوية. التسوية بتاعتي عبارة عن إيه، حلة فيها مَيّة وحطيت عليها مصفى بالشكل ده، ونزلت باللانشون بتاعي وهاغطيه واسيبه ساعة بالضبط، نُص ساعة، واروح فاتحة عليه وقلباه الناحية التانية، وخلاص هو استوى كده. بعد ما بيستوي معايا باروح مخرّجاه وسايباه يبرد تمامًا، مش بادخّله تلاجة ولا أي حاجة، أنا سِبته يبرد تمامًا، وبعد ما برد خالص بدأت أفتح عليه زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. حابة تنزّلي اللانشون بتاعِك في المَيّة نفسها، مش حابة تحطي مصفى، برضه عادي هيمشي برضه هيبقى تمام. بس أنا باقول إيه زيادة تأكيد عشان ما يدخلّوش أي مَيّة. بُصّوا بقى عامل إزاي، كده بقى تمام معايا خالص. وبُصّوا متماسك إزاي، هو خلاص بِرِد معايا وأنا ما دخلتوش التلاجة ولا أي حاجة. فكيت الاتنين بقى بالشكل ده. عايزين بقى تاكلوه على كده، تمام. عايزين بقى تعملوا الحركة دي اللي هتدّي له اللي هو بقى الطعم كإنه مُدخّن كده زي ما بنشتريه من برّه. حطيت معلقة زيت، عليها معلقة صغيرة من الزبدة، ورشة من البابريكا المدخنة، وبدأت أحطه كده عشان ياخد وِش من كل جانب، بس كده. الحركة دي تقدري تستغني عنها وتاكليه كده يا سُهير؟ آه طبعًا ينفع أستغنى عنها وآكله كده، بس إحنا حبينا نعمله زي بتاع برّه بالضبط. شايفين؟ أفضل أقلِّب فيه بقى كده شوية وكده شوية، لحد ما ياخد معايا اللون الحلو ده زي ما أنتم شايفين. بعد ما بيخرج كده باسيبه يهدى ويبرد. أنا والله ما دخّلته التلاجة قطّعته على طول. بُصّوا قد إيه متماسك. كمان لو دخل التلاجة قبل ما تقطّعيه هيبقى متماسك أكتر من كده. بُصّوا بقى قطّعت واحد بس عمل لي قد إيه. بنجيب الطبق من السوبر ماركت فيه واحدتين كده وبيكون غالي قد كده، فإحنا وفّرنا وعملناه في البيت أسهل وأطعم وألذ عشان خاطر ساندوتشات المدرسة. كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير للفيديو ده، وبألف هنا وشفا وبس كده.